اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح الفل والهنا والسعاده، صباحكم معطر بذكر الله. احلى واجمل متابعين، تعالوا نلف لفه في متحف كفر الشيخ ونشوف منظره من جوه ومن بره، وازاي هنستفاد بالحاجات اللي جوه. لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ رشا، ويلا بقى بينا نشوف متحف كفر الشيخ اللي هي اساسا بلدي. كان في ناس بتسالني في الكومنتات انت منين ومن انهي محافظه. انا من مصرية، من كفر الشيخ. وزي ما انتم شايفين ده متحف كفر الشيخ، وكنت فيه زيارة قريب جدا جدا جدا، فقلت اعمل لكم فيديو عنه وقلت اخرج بقى. وطبعا انا وبنتي يلا بقى بينا نشوف احنا هنشوف ايه جوه. وفي اول ما شافوا ان انا هعمل فلاشة في الحاجات اللي جوه قالوا لي غلط ولازم منعوني عن الفيديو. بس طبعا انا سرقت لقطات كده. اول حاجة هنا انا الراجل اللي واقف ده الحارس بتاع المكان ده قال لي ممنوع تصوير فيديو، ممكن صور بدون فلاش. قلت له ماشي. وبعد ما مشى بقى بعيد عني شويه كده قمت جايه فاتحه فيديو بقى. ففي الوقت ده انا واقفه اساسا وبتكلم معاه، فقال لي ممنوع. قلت له اوكي مفيش مشاكل. اول ما قال لي كده قمت جايه قافله الفيديو وفتحاه تاني جوه. في الوقت ده بقى في المكان اللي انتوا شايفينه ده حجرة المدفن او المومياء او حاجات كده. المهم زي ما انت شايفة معايا دي الآثار الفرعونية. احنا طبعا كفر الشيخ يعني بلد أثرية. سخا جنب كفر الشيخ على طول. وده سخا كانت انا مش هعمقكم في التاريخ قوي، بس اللي انا عرفته واللي انا فهمته من دراستي يعني ده موميا حقيقية، بس في العصر الإسلامي مش في العصر الفرعوني الجاهلي، لا الإسلامي. صورتها لكم سريعا لأن الراجل برضو واقف ومراقبنا إن احنا منصورش، وهرجع لها تاني لأن عايزة أقول وريكم التفاصيل بالظبط. وكمان دي كل واحدة جنبها اليافطة بتاعتها. أنا مش شايفة قوي دراس ضخمة اللي مش عارفة ايه يعني. اتمنى ان انتوا تزوروا المتحف ده. متحف جميل جدا بصراحة، وكل يافطة مكتوب عليها الفرعون او الحجر الفرعوني ده من امتى ومن سنة كام وده ايه وايه وايه. والمفروض كنت قربت الكاميرا اكتر من كده عشان اعرف اقرا لكم العناوين، بس يعني بعرفكم المنظر من جوه عامل ازاي. حاجة تحفة بجد بجد، يعني حاجة خرافة. انا اول مرة بصراحة برغم ان انا من كفر الشيخ واول مره ادخله بجد، واللي شجعتني بنتي بجد. قالت يا ماما في حاجات حلوه تعالى نعمل فيديو، ولو حد حابب من اجواء كفر الشيخ او من المصريين او كده زي ما بيروحوا اسوان والاقصر يتفرجوا على الحاجات ديت ممكن يجوا كفر الشيخ. ومش يعني احنا بنعمل دعايه لبلدنا، لا احنا مجرد هو فيديو، اللي حابب يجي يجي واللي ما يجيش براحته خالص. دي حاجات برضو كانوا لاقيينها في مقبرة، وفي مقابر كتير جدا كانت في سخا طبعا. وفي كفر الشيخ بلد أثرية جدا جدا يعني، وأغلب حتة ومنطقة هي سخا اللي هي طالع منها الحاجات دي بحالها. طبعا ما فيش حد بيشرح لنا، احنا بندخل دي ملك الإله مع مش فاكرة مش عارفة يعني الكاميرا مش جايبة الكلام قوي، بس كل حاجة وكل حجر وكل تمثال مكتوب عليه. وزي ما هم لقوه في المقبرة بتاعته والمدفن بتاعه هو نفس الحكاية آثار وكده. تمثال رمسيس الثاني، الحمد لله قرينا كلمة. ده التمثال بتاع رمسيس الثاني. طبعا انا بصور ومش مركزة خالص، كل تركيز ان الراجل ما يجيش يقفشني. ده من فوق المتحف كده من فوق، حبيت ان انا اجيب لكم من فوق من كل مكان. ده اتنين استنى ما نشوف هما دمت ايه. هيجيب اليافطة بتاعتهم دي برضو دلوقتي اهي. دي ايه؟ تمثال رمسيس الثاني. وايه؟ اقروا انتوا بقى، انا ركزت كتير عليه. ووقفوا الفيديو واقروا لان انا بعمل مونتاج في الوقت ده. لو اول مرة تشوفي قناتي اتمنى لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ رشا. احنا طبعا المطبخ بس خرجنا عن المطبخ خالص، رحنا خرجنا. فمن وقت للتاني لازم تزوري المعالم
السياحية في بلدك، الدراسة. احنا اول ما دخلنا ده الحاجات اللي كانوا بيستخدموها في الطب زمان. زي ما احنا اتفقنا. آه انا بقول للمشرف اللي هناك ان الحاجات دي فعلا كانوا بيستخدموها. قالوا العصر الايه اللي هو قبل اللي هو بعد الميلاد، اللي هو الاسلامي. في حاجات فرعونية قديمة جدا اهوت زي ما انتم شايفين ما شاء الله. والاضاءة جاية من فوق على الحاجة. هو اعتبر ضلمة بس الاضاءة دي الطب المصري القديم. ايوه. مكتوب بالانجليزي ومكتوب بالعربي عشان لو في زوار ولا حاجات ما يعرفوش العربي يقروا انجليزي. وده التراث الطبي في مصر في العصر الاسلامي. شايفين؟ قولوا شايفين. اهو مكتوب فوق عربي تحت بالانجليزي زي ما احنا شايفين كده اهوت. ده يعتبر اللي هو قريب من الايام اللي احنا فيها ده، بس طبعا في تكنولوجيا حديثة جدا عن زمان. ده العصر اليوناني. وده ملكة ايه، تحف وآثار وأحجار وأشكال وتماثيل. حلو بجد، حلو، لا مختلف جدا ان انت تروحي تشوفيه. دي العملات دي لوحة بتبين عن العملات القديمة خالص. هجيبها لكم من قريب اهوت. زي ما انتم شايفين عملات في حياتي ما شفتها. ده بجد عملات يعني ما اعرفش ان كنت اقول لكم ان هي فرنك ولا نص فرنك، انا ما اعرفش عنها حاجة. هي عملات محطوطة كده بس ما لحقتش اقرا. دي راس الملكة. ملكة ايه مش عارفة، الكاميرا بعيدة. ودي تماثيل وحاجات كده عاملين زي دي ايه، تمثال تراكونات للرجال. انا طبعا كنت بصور ومش مركزة في التصوير، كل تركيزي ان انا دي عملات برضو وحاجات كانوا بيستخدموها زمان جدا جدا قبل اجدادنا كمان، يعني جد وجدك اللي احنا عارفينه. كل تركيزي ان انا الراجل ما يقفشنيش لحد ما دخل مشرفة وبتقول لو دي مذبحة او مش عارفة دي ايه. المهم ان الحاجات دي الاثار ديت ده حد تمثال من غير راس. قعدت اتريق كتير قوي عليها انا وبنتي. فين راسه؟ تمثال ايه؟ توت ايه؟ مش عارفة هو توت ايه، بس ما اعرفش، ما اعتقدش ان توت عنخ امون يعني. وده بقى ايه الجانب بقى اللي هو ايه تبع المسيحيين، الديانة المسيحية. دي ايه، موسوعة باب الخشب. ده باب خشب قديم محطوط برضو في المتحف. دي حاجات لقوها تبع ما هو كان في ديانة إسلامية ومسيحية طبعا. فده كتاب تبع المسيحيين، الديانة المسيحية. ودي عملات برضو ودي لوحات وحاجات. ودي الأطباق اللي كانوا بيستخدموها أيامها. طبعا هي مش سليمة، هي تقريبا مخدوشة مكسورة حاجات من ديت، فهم طبعا حاطينها. ودي حاجات وفازات وحاجات كده وحاجات كده يعني تبع المتحف اهوت. وكل اليافطات دي مكتوب عليها امتى وسنة كام والحاجات دي بحالها. وزي ما انت شايفة معايا هنا كده ايه الصياد بقى ازاي الزراعة. و دمت ناس يعني اشخاص تبع الزراعة دي تقريبا فاس بتاعتهم والقارب بتاعهم والسكاكين وايه والصنانير والحاجات دي بحالها، يعني اللي هي كانت بتستعمل في الزراعة. وطبعا هسيبكم بقى مع الفيديو تتفرجوا براحتكم، لان انا بصراحة والله مش عندي اي فكرة غير ان انا درست الحاجات ديت، وطبعا كانت من زمن طويل.
زي ما انت شايفة معايا هنا كده، بسم الله ما شاء الله. المتحف حلو ونضيف ومقابلتهم حلوة والتذكرة مش غالية خالص. ده حاجات رمزية جدا. بتمن سندوتش عيش من سندوتش طعمية، فول وطعمية التذكرة يعني. ودي حاجات بقى ايه، العصر الانتقالي الثالث والعصر المتأخر، وحاجات جميلة بجد. وفي شوية صور كده في الآخر احنا صورناه هناك. تابعوني بقى على الفيديو وهتشوفوا طبعا الفيديو والصور والحاجات دي كلها كاملة. تمثال رمسيس الرابع، أخيرا عرفنا نقراها يافطة. دي الملكة في مصر القديمة. يعني انا كنت مش مركزة في التصوير قد ما انا مركزة ان الراجل ما يشوفنيش، المشرف اللي هناك. المشرفة دخلت قالت لو استخدامك الشخصي عادي، انما لو في المواصل الاجتماعية مش هقدر ان انت تصوري وتذيعيها على اي حاجه. طبعا انا ما قلتلهاش ان انا عندي قناه، ولا قلت لها ان احنا هننشرها على الفيس ولا اي حاجه. قلت لها ده انا بنتي في ابتدائي، وطبعا بنتي في يعني كذب في كذب، كلنا كذبنا اليوم ده. وطبعا بنتي في اعدادي، وقلت لها انا هوريها وكده. قالت لي انت لو من كليه الاثار او التاريخ كنت دخلت ببلاش وكلام من ده. كل ده الحاجات دي كانوا بيستعملوها زمان، والاواني والحاجات دي كلها. بصراحه انا استمتعت جدا بزيارتي لمتحف كفر الشيخ. وان شاء الله بقى نزور اسوان والاقصر قريب باذن الله، ونصور لكم حاجات حلوه زي دي، لان انا بحب الحاجات التاريخيه والحاجات دي اكتر من الترفيهيه والالعاب والحاجات دي. وزي ما انت شايفه هاخد لكم جوله سريعه من اوله لاخره كده. وهنروح طبعا للموميا الاولانيه خالص، وتابعوني علشان تشوفوا الموميا. انا سالت المشرف هناك، بقول له ده المفروض ان العصر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. العصر القدماء المصريين المفروض الراجل او الست يكونوا طوال اطول من كده. فقال لي ده من العصر الاسلامي يعني قريب، وطبعا متحنط ومحطوط اهو. دخلنا فيها هو طبعا من ورا المشرف، وصورت لكم التفاصيل بالظبط، وازاي شعره ورجله وطوله، وكنت مركزه جدا وقايله لبنتي راقبيه للسكه. كل ده علشان اصور لكم الفيديو. اقسم بالله كان قلبي بيتنفض. وزي ما انت شايفه كده يعني في مدخلك للمقبره دي يعتبر مقبره يعني، فكنت خايفه جدا عشان فيها واحد ميت. انا مش خايفه منه، لا انا خايفه من كلام بنتي، يا ماما هناك يا ماما ويا ماما والفلاشه غلط عليه وممكن يتلف الماده اللي احنا اللي هم محنطينها بيها وكده. بقى يبقى فيديو بتاعنا، تابعينا بقى للاخر وهتشوف الصور وتشوف الحاجات اللي احنا صورناها. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. ما تنسونيش لو اول مره تشوفي قناتي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. وبجد بحبكم كتير، وانتم اغلى واحلى ناس عندي. انا جبتها لكم من اول لاخره. ده متحنط او معمول بالطريقه القدماء المصريين. وشعره بس طبعا الاضاءه ما عندوش اضاءه، لان الاضاءه غلط ان هي تتلف الماده اللي هو متحنط بيها. وطبعا طلعنا عند الاسلحه والناس اللي كانوا بيحاربوا والحاجات دي بحالها. زي ما انت شايفه معايا هنا، كان الاسلحه زمان كانوا بيستخدموها ازاي، زي بتاعه الافلام بالظبط القديمه جدا، اللي احنا قبل ما نتولد، اللي هم الاربعينات والخمسينات. قبل الخمسينات والستينات كمان كانوا بيستعملوا الأسلحة دي. وزي ما انت شايفة معايا كانوا بيستعملوها في الحرب والحاجات ديت، والدفاع عن النفس وفي الصيد. كل الحاجات ديت موجودة في متحف كفر الشيخ. اتمنى الفيديو يعجبكم. ودي طبعا خريطة كفر الشيخ وخريطة مصر، وهجيب لكم كفر الشيخ دلوقتي وهركز لكم عليها. انا فخورة جدا ان انا من محافظة كفر الشيخ، وبحبكم كتير جدا. اتمنى تزوروا المحافظة الجميلة الرقيقة، فيها حاجات كتيرة وفيها اماكن حلوة تستاهل ان انتوا تزوروها. في ناس كان نفسها فعلا تزورها من اصحابي وجم، وفعلا كانت جميلة. تحياتي للجميع. ودي خريطة مصر وخريطة كفر الشيخ وخريطة العالم، وكل ده موجود بما ان احنا في الاثار. وكمان اهو محافظة كفر الشيخ منورة الدنيا. وطبعا البلاد اللي حواليها والحاجات دي كلها مذكورة. ودي شوية صور بقى. اتمنى ان انتم تكونوا اخدتوا معايا جولة واستفدتم ولو حاجة بسيطة. متنسينيش. ودي تابوت انا سألته هناك، قال لي ده تابوت اللي كانوا بيدفنوا فيه الناس الاول. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. ما تنسينيش لو اول مرة تشوفي قناتي لايك وشير وسبسكرايب للقناة. بحبكم كتير. دمتم في رعاية الله وحفظه وامنه، واشوفكم في فيديو جديد مع معالم سياحية
او متحف كفر الشيخ او اي متحف تاني، وان شاء الله تكون زيارة ممتعة لكم لو حابين تيجوا. تحياتي للجميع، دمتم في رعاية الله وحفظه وامنه. واللي مش هيقدر يجي او يوريته حاجة من محافظتي او من بلادي، اتمنى الفيديو يعجبكم. دي قاعة العالم الاخر اللي هي قاعة الميتين يعني ودي طبعا انا بشاور لكم على لوحة، ده بما اني صورة عادية يعني. بحبكم كتير، دمتم في رعاية الله، سلام.